خدت بالك من شكل الستوري اللي اتغير في الواتساب؟ يعني بقى دلوقتي شكله كامل، وبتقدر كمان تقرا الكلام اللي موجود في الحالة او حتى تشوف الفيديو او الصورة اللي موجودة فيه بدون ما تفتحها. وعلى فكرة مش ده التحديث الوحيد اللي حصل في واتساب، لان انا النهارده جايبه لك اخر تحديثات الواتساب. اول حاجة وهي ميتا اي اي. دلوقتي بقى الذكاء الاصطناعي موجود جوه الواتساب، وفعليا الميزة دي بدأت توصل بعض المستخدمين، مش كلهم ولكن اكترهم بدأت توصلهم الميزة دي، وهي ميزة ان الذكاء الاصطناعي يبقى مساعدك الشخصي، يبقى زي تشات كده تتكلم معاه ويساعدك كمان في بعض المهام. وعلى فكرة انا جربته ولقيته في اللغة العربية ضايع خالص ولسه محتاج تطوير كتير، ولكن على اي حال الميزة دي هتوصلك قريب جدا وتقدر تجربها بنفسك، ولكن زي ما قلت لك محتاج تطوير كتير. اي نعم هو بيدعم انشاء الصور وانك تتكلم معاه، ولكن لازم تتكلم معاه باللغة الانجليزية. ده غير تحديث بيحافظ شوية على الخصوصية، وانك دلوقتي لو جيت تفتح صورة صاحبك او صاحبتك على الواتساب مش هتعرفي تاخدي سكرين شوت. والتحديث اللي فرح ناس كتير وهي انك دلوقتي هتقدر تحط حالة اكتر من 30 ثانية، يعني ممكن تحط فيديو مثلا طوله دقيقة بالكامل بدون ما تقطعه حالة على الواتساب. وكمان بقى في جهات اتصال مفضلة بالنسبة لك، تقدر تدخل على الاعدادات هتلاقي في عندك حاجة كده اسمها المفضلة، تقدر تختار جهات الاتصال المفضلة ليك عشان كل ما تيجي تفتح محادثة جديدة تظهر لك هي في الاقتراحات الأولى. وآخر حاجة وهي إنك دلوقتي بتقدر لكل المستخدمين تبعت وتستقبل الصور بأعلى جودة ممكنة. كل اللي عليك عشان تفعل الاختيار ده بشكل دائم تدخل على الإعدادات بتاعة الواتساب، وبعدين تدخل على التخزين والبيانات وتختار جودة التحميل. هتلاقي في عندك الجودة القياسية والجودة العالية. لو انت عاوز الجودة القياسية دي بتكون جودة أقل وبتحافظ على الداتا بتاعتك أو على الباقة بتاعتك. لو انت عاوز تختار الجودة العالية فهي جودة أفضل للصورة وتبقى بشكل أوضح، ولكن ده على حساب النت بتاعك إن هو بياخد حجم أكبر للصورة لما بتيجي تبعتها. وعلى أي حال أنصحك تجرب الجودة العالية لأنها أفضل بكتير. على فكرة دي بعض التحديثات بس، لسه في تحديثات تانية أكتر بكتير. متهيألي إنك لازم تعمل متابعة عشان يوصلك دايما كل الجديد أول بأول. والأهم من كده عندك علامة مشاركة تحت الفيديو ده، اضغط عليها واختار نسخ الرابط. وطبعا ما تنساش تكتب لي في التعليقات ايه أكتر تحديث انت كنت مستنيه.